نيها بتتعرض لهجوم من 2 بيحاولوا يخطفوها وهي واقفة قدام مدرسة، بيضربوها لحد ما تفقد الوعي، وبعد كده بتظهر في مستشفى بعد شهرين. بعد فترة بتبان نيها وهي في مكان ديني اسمه جردوارة، وهناك بتقابل واحد اسمه سردارجي اللي بيكلمها وبيقول لها إنه كان بيراقبها. بيحس إنها محبطة وبيحاول يرفع معنوياتها وبيطلب منها تصدق إن ربنا هيقف جنبها ويساعدها. المشهد بعد كده بيتنقل للكابتن رانفير اللي بيكون في معركة ضد إرهابيين في كشمير، لكنه بيواجه تحقيق بسبب قتله ل3 منهم. لما يسألوه عن السبب بيقول إنهم حاولوا يحرقوا علم بلاده، وعلشان كده هو قتلهم. القائد رانجيت بيعاقبه إنه لازم يخلص مسيرة طولها 25 كيلومتر. بعد ما رانفير بيكمل المسيرة بيرجع للمعسكر بتاعه، وهناك صاحبه بيقول له إن تليفونه بيرن بقاله فترة طويلة. لما يرد بيلاقي رسالة صوتية من نيها حبيبته السابقة بعد 4 سنين من الفراق، وبتطلب منه المساعدة. رانفير بالكاد بياخد إجازة لمدة أسبوع وبيبدأ رحلته ناحية جوه. في طريقه بيجيله فلاش باك وبيفتكر أيامه في الكلية لما صاحبة نيها بتتصل بيه علشان تستفزه. بعد المكالمة رانفير بيقرب من نيها وبيبصوا لبعض وبيقع في حبها من أول نظرة. في اليوم اللي بعده بتتكلم نيها مع أبوها، ورانفير بيجي يقول لها إنه بيحبها ويمشي، لكن أبوها بيطلب منها تبعد عنه. وبعد كده وهي رايحة الملعب اللي رانفير بيلعب فيه باسكت مع أصحابه بتديله رقمها وبتقول له إنها حبت طريقته في الكلام معاها إمبارح. العلاقة بينهم بتقرب أكتر، ورانفير بيعرض عليها الزواج، لكنها مترددة وبتبدأ تحكي له عن علاقتها القديمة وإزاي حبيبها السابق سابها، وهي خايفة تخسر رانفير بنفس الطريقة. لكنه بيؤكد لها إنه بيحبها جدا ووعدها إنه هيفضل يحبها للأبد. بنرجع للحاضر لما رانفير بيقابل نيها في مطعم، لكنه بيلاحظ إن سلوكها غريب وإنها خايفة. بيقول لها إنه مش متجوز وإنه في الجيش دلوقتي. هنا نيها بتكشف له إنها عندها بنت مفقودة بقالها شهرين، وبتتوسل إليه يساعدها في البحث عنها. رانفير بيقرر إنه لازم يساعدها بأي طريقة. رانفير بيقابل عثمان علشان يأجر عربية منه، وبعد ما يعرف إنه ظابط عثمان بيحاول يتقرب منه. بعد كده رانفير بيقابل نيها تاني اللي بتقوله إنها طلبت المساعدة من الكل بس محدش اهتم. نيها بتفكره بالوعود اللي قالها لها، فبيسألها لو كانت راحت للشرطة، لكنها بترد عليه إن حتى الشرطة ما كانتش مهتمة وحاولوا يقفلوا القضية. بيروحوا سوا لاسم الشرطة، ونيها بتعرف رانفير إنه قريبها عند المفتش كوت اللي بيكون على وشك إنه يقفل ملف القضية ويسلمه. رانفير بيحاول يقرأ الملف، لكن المفتش كوت بيشده منه وبيتعامل مع نيها بطريقة غير لطيفة. رانفير بيتعصب وبيضرب كوت ورجالته جوه القسم، لكن نيها بتحاول تهديه، وفي النهاية بيتقبض عليه. بالليل الشرطة بتطلب من نيها ترجع بيتها، بينما بيتم تعذيب رانفير في الحجز. بعد ما بيلاقوا أثر طلق ناري في جسمه وبيفحصوا أوراقه، المفتش بيكتشف إنه ظابط وبيحذره. بعدها مدير عام الشرطة شيرجيل بيوصل القسم وبيأمر بالإفراج عن رانفير ويطلب إنه يقابله في مكتبه. رانفير بيقول له إن الدستور بيمنع الشرطة من القبض على أي جندي، لكن شيرجيل بيرد عليه إنه دلوقتي شخص مدني لأنه خارج الخدمة. رانفير بيتلقى مكالمة من العقيد رانجيت اللي بيطلب منه يرجع للقاعدة العسكرية الصبح، وبيقول له إنه كان هيتسجن، لكن لحسن الحظ شيرجيل طلع صاحبه وساعده. رانفير بيقبل الأمر وبيسافر للقاعدة مع عثمان الصبح، لكن عثمان بيلاحظ إنه متردد، فبيقول له إنه لازم يتبع قلبه كل مرة يدخل في صراع بين عقله وقلبه. رانفير بيطلب منه يوقف العربية لأنه افتكر الوعود اللي قالها لنيا. بعدها بيوصل للمدرسة اللي كانت راية فيها وبيقابل المدير علشان يحقق في اختطافها، لكن المدير بيرفض يديله أي معلومات. رانفير بيلمح كاميرا مراقبة في بيت قدام المدرسة وبيبدأ يخطط لمعرفة الحقيقة. رانفير بيحاول يسأل صاحب البيت وحارس الأمن عن عملية الخطف، لكن محدش بيرد عليه. بعدها رانفير بيروح بيت نيها وهي بتعتذر له وبتقول له إن كل اللي بيحصل ده بسببها. بيطلب منها تهدى ويسألها عن صورة لريا، لكنها بتقول له إنها ما عندهاش أي صورة، وده بيخليه مصدوم. نيها بتشوف أخو جوزها ساني وهو داخل العمارة، فبتطلب من رانفير يمشي، لكنه بدل ما يمشي بيقرر يسمع الحوار بينها وبين ساني، وبيكتشف إن ساني مدمن مخدرات. بعد ما ساني يمشي
رامفير بيرجع وبيطلب منها عنوان ورقم تليفونه. لما بيتصل عليه، ساني بيقفل المكالمة بمجرد ما يعرف إن رامفير عاوز يتكلم عن ريا. بعد كده رامفير بيقابل صاحبه القديم سوخي اللي بياخده فرحه، وهناك بيفتكر إزاي أبو نيها كان أهانه في فرح سابق، ونيها موقفتش جنبه وقتها. في اليوم التالي نيها بتروح له وبتقوله إنها عاوزة تتجوزه، وده بيخليه فرحان جدا. لكن وهم على وشك الجواز بيجيلها اتصال، فبتروح المستشفى تقابل أبوها اللي بيقول لها إنه اكتشف إنه عنده سرطان في المرحلة الرابعة. بسبب كده نيها بتغير قرارها وبتقطع الاتصال مع رامفير. بنرجع للحاضر لما ضابط شرطة سكير بيخبط في رامفير بالصدفة وبيقع منه كارته الخاص بالخدمة. رامفير بيشيله وبيوصل للبيت اللي قدام المدرسة، وهناك بيعرض الكارت بتاعه علشان يشوف تسجيلات كاميرا المراقبة في اليوم اللي اتخطفت فيه ريا. لكنه بيكتشف إن جزء من الفيديو ناقص. لما بيشوف تسجيلات اليوم اللي قبله بيلاحظ وجود ساني في المنطقة. بعدها بيدي فلوس للحارس علشان يساعده في العثور على الجزء المفقود من الفيديو. في الوقت نفسه بيتم تعيين ضابط جديد اسمه لوهان في قسم شرطة جوه، وهناك بيقابل شيرجيل اللي بيتكلم معاه عن تنظيف المدينة من المجرمين. لكن لوهان ذكي جدا وبيقول لشيرجيل إنه عارف سره الصغير عن 10 عمليات تصفية غير قانونية. شيرجيل بيحاول يقنعه إنه لو فضل معاه هيكون مشهور ومحترم حتى بعد الجرائم دي. في الوقت ده رامفير بيكتشف إن عثمان متورط مع تجار مخدرات روسيين. الروس بيحاولوا يحاصروا رامفير لأنه كان بيطاردهم، لكنه بيتغلب عليهم. وبعدها بيروح لعثمان علشان يسأله عن ريا، لكن عثمان ما بيقولش أي حاجة وبيساعده إنه يهرب من الروس اللي عاوزين ينتقموا منه. رامفير بينشر إعلان عن ريا في الجريدة، وبيتلقى مكالمة من راجل بيقول إنه أبوها. بيقابله في المطعم، والراجل بيقوله إن ريا بنته إنها اختفت في مومباي. رامفير بيتعصب عليه، لكن الراجل بيوريه شهادة ميلادها. بعدها رامفير بيتلقى مكالمة من زوج نيها شيخار اللي بيطلب يقابله. لما بيقابله شيخار بيكشف لرامفير إن نيها مش في حالة عقلية مستقرة من بعد ما اتصابت في دماغها أثناء حادث سرقة عربيتها، وإنها من وقتها وهي بتتكلم عن ريا، لكن في الحقيقة مفيش بنت اسمها ريا. رامفير بيتذكر تصرفات نيها الغريبة في المطعم وبيبدأ يصدق كلام شيخار. رامفير بيسيب مكتب شيخار، لكن الحارس بيقوله إنه لقى الفيديو المفقود. لما رامفير بيشوف الفيديو بيكتشف إن نيها كانت لوحدها من غير ريا. بيجري عليها ويحاول يقنعها إن مفيش حاجة اسمها ريا، وبيقول لها كل الكلام اللي سمعه من جوزها. نيها بتتلخبط وهي بتحاول تقنعه إنها فعلا عندها بنت، وبتطلب منه يسيبها في حالها لأنه مش مصدقها زي باقي الناس. وهو خارج رامفير بيلاحظ مسطرة قياس الطول اللي كانت مستخدمة علشان يقيسوا طول ريا، لكنه بيكتشف إنه متأخر جدا لأن نيها قررت تنتحر. رانفير بيشوف جثتها وبيبدأ في البكاء. بعد فترة الضابط لوهان بيوصل لشقة نيها وبيبدأ التحقيق مع شيخار، لكن شيخار بيقوله إنه ملهوش لازمة يضيع وقته هنا ولازم يدور على القاتل. قبل ما لوهان يمشي بيلاحظ كاميرا مراقبة، فبيأمر رجاله إنهم يجيبوا له تسجيلات لحظة وفاة نيها. بعدها بيتسلم سجل مكالمات نيها وبيلاقي رقم رامفير في القائمة. كود كمان بيأكد إن رامفير كان متورط معاها. لوهان بيقرر إنه لازم يقابل رامفير وبيسيب اسم الشرطة. في الوقت ده عثمان بيروح يقابل رامفير وبيعتذر له علشان ما قالوش المعلومات الصح، وبيشعر إنه مسؤول عن موت نيها. عثمان بيقول إنه شاف ريا في بيت ساني لما كان بيروح يعمل الصفقة الجديدة معاه، لكن ساني دفع له علشان يحافظ على السر وإلا كان هيقتله. رانفير بيقرر يروح بيت ساني، لكن رجالته بيكونوا هناك ومستعدين يقتلوه، لكنهم بيقتلوا شخص تاني بالغلط. رانفير بيركب المصعد معاهم، وفي نفس الوقت بيتلقى مكالمة من لوهان اللي بيطلب منه يفضل في الفندق بتاعه، لكنه بيقرر يخرج من الفندق بعد دخول لوها. رانفير وفريقه بيوصلوا لساني اللي كان في بار، لكنه بيمسكه وبيسأله عن ريا. ساني بيهرب، فبيبدأ رانفير يضرب رجالته ويتبعه. في النهاية رانفير بيقبض على ساني، لكن الشرطة بتوصل وبتقبض عليهم الاتنين. رانفير بيتحبس وبيطلب يتحدى لوهان في قتال، واللي بيقبل التحدي، لكن رانفير بيتغلب عليه. فجأة شيرجيل بيوصل وبيوقف القتال. رانفير بيطلب منه إنه يحقق في قضية ساني بدلا من يحقق معاه، ولما يسأله عن الأدلة ضد ساني
بيقول له إن عثمان هو الشاهد. شيرجيل بيحقق مع عثمان اللي بيأكد كلامه وبيوافق إنه يدلي بشهادته في المحكمة. بعدها شيرجيل بيقرر إنه يحقق مع ساني، لكن لما الأمور بتخرج عن سيطرته بيطلق عليه النار. رامفير بيروح لجثة ساني وبيصرخ عليه لأنه مات قبل ما يديله أي معلومة عن ريا. بعد كده المشهد بينتقل لبيت شيرجيل، وبيحكي رامفير إنه مش قادر يفهم الألم اللي مر بيه شيرجيل. شيرجيل بيحكي قصته الحزينة عن وفاة عائلته بالكامل، بما فيهم زوجته الحامل في ذكرى زواجهم التانية. وبعدها بيسأل رامفير عن علاقته بنيها. رامفير بيبدأ يحكي عن قصته وإزاي نيها سابته بسبب والدها، وقابلته آخر مرة علشان تودعه. في الوقت ده شيرجل بيتلقى مكالمة من حد بيطلب منه إنه يشوف اللي هيبعته له. رامفير بيترجى شيرجل إنه يقبض على شيخار، وبيقوله إنه متأكد إنه عنده معلومات عن اللي حصل لريا. لكن شيرجيل بيرد عليه إنه مينفعش يقبض عليه من غير دليل. وهو خارج شيرجيل بيحذره إنه ما يسببش تعقيدات أكتر في القضية. وفي نفس الوقت رجال ساني بيروحوا لمعرض السيارات بتاع عثمان وبيعتدوا عليه بشدة. رامفير بيوصل لمكان عثمان وبيحارب رجال ساني وبيقدر يتغلب عليهم. بعدها بيروح لعثمان لكنه بيموت بين إيديه، وبيكتشف إن في رسائل من شيرجيل على تليفون واحد من المجرمين، وده بيخليه يفهم إنه كان بيكذب عليه طول الوقت. رامفير بيحقق مع واحد من رجال العصابة اللي بيديله عنوان المزرعة بتاعت شيرجل في وسط الغابة. وهو في طريقه للمزرعة المفتش كود بيحاول يمنعه، لكن رامفير بيقتله، وده بيخلي باقي رجال العصابة يلاحظوه. رامفير بيحاربهم كلهم وبيقدر يقتلهم ويوصل للمزرعة. في الوقت ده العقيد رانجت بيوصل للغابة وبيحذر لوهان إنه ميتورطش مع رامفير، لأنه قضى معظم حياته في الأماكن دي، وإن الحرب دي مش هتكون في صالح حد غير رامفير. داخل المزرعة رامفير بيلاقي الراجل اللي ادعى إنه أبو ريا وبيقتله. فجأة شيرجل بيظهر من وراه وبيضربه بالنار وبيصيبه إصابات خطيرة. بعد كده بيبدأ يشرح له إزاي قدر يتخلص من شغله في الشرطة بعد ما لقى ريا في بيت ساني. شيرجل بيقول إنه أنقذ ريا من الموت لأن أبوها وعمها كانوا عاوزين يقتلوها، وبيشرح الصفقة اللي عملها مع شخار وساني، وبيكشف إن شخار كان بيكره مراته وعاوز يثبت إنها مش متزنة عقليا. كمان بيقول إنه طلب من الناس يخفوا حقيقة ريا عنيها بعد إصابتها، وبكده نجح في خطته إنه يخليها تبدو كأنها مريضة نفسية. رامفير بيسمع كلامه وبيقول له إنه اختار الضحية الغلط للخطة دي. شيرجل بيحاول ياخد مسدسه، لكن فجأة الوهم بيظهر وبيقتله، وبيقول إنه أخيرا نظف المدينة من الفساد. رامفير بيشعر بحزن شديد لأنه مش لاقي ريا، لكنه فجأة بيشوفها قدامه وبيبدأ يبكي من السعادة. بعد كده لوهم بيحقق مع شيخار وبيكتشف إن ريا بنت رامفير، لأن شيخار أصلا غير قادر على الإنجاب. بيقول لرامفير الحقيقة، وده بيخليها يفهم ليه نيها كانت مصممة إنه لازم يلاقي ريا. رامفير بيقوم من سريره بعد معرفته بالحقيقة وبيروح يقابل ريا، وفي النهاية بنشوفه وهو بيمشط شعرها وبيتصور إن نيها واقفة معاهم.